أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بالتواجد ديالي بينكم ومرحبا بكم الجسم الصحفي اللي كنكلو كل احترام وكل تقدير. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الإفصاح على اللائحة اللي تمثل المنتخب الوطني المغربي في كأس العرب بقطر. ما قبل منها نبغي نذكر بأن المجموعة ديالنا جات في المجموعة باء اللي كتضم الرابح من مقابلة اليمن والقمور واللي غادي نواجهوه يوم 2 ديسمبر. المقابلة اللي كتكون موراها هي المقابلة ديال الرابح من عمان والصومال واللي غتكون يوم 5 ديسمبر، والمقابلة الأخيرة غادي تجمعنا ضد المنتخب السعودي يوم الاثنين 8 ديسمبر. والآن إن شاء الله الرحمن الرحيم نفصحوا على اللاعبين اللي غادي يحملوا الشرف لتمثيل المنتخب الوطني في كأس العرب بقطر. واللائحة كالتالي: في حراسة المرمى المهدي بن عبيد، صلاح الدين شهاب، رشيد غانمي. في الدفاع محمد مفيد، محمد بولكسوت، محمود بن طيق، حمزة المساوي، أنس باش، مروان الودني، سفيان البوفتيني، ومروان سعدان. في وسط الميدان محمد ربيع حريمات، صابير بوغرين، أشرف المهديوي، وليد الكارتي، الأمين زحزوح، أسامة طنان، خالد أيتورخان، وأيوب خيري. بالنسبة للهجوم أشرف بن شرقي، حمزة هنوري، كريم البركاوي، عبد الرزاق حمد الله، يوسف مهري، طارق تيسودالي، ووليد أزرو. شكرا. بعد الإعلان عن لائحة اللاعبين التي وجهت لهم الدعوة للمشاركة في كأس العرب، جاء دور زملاء الصحفي لطرح أسئلتهم على مدرب المنتخب الوطني، فليتفضلوا مشكورا. شكرا كوتش طارق. عندي جوج الأسئلة. السؤال الأول كيتعلق بالتنسيق. كنعرفوا درجة التنسيق مهمة بزاف، بالخصوص أن الأولوية للمنتخب الأول، وكنعرفوا بأن كاين بعض اللاعبين المهمين اللي يقدروا يتختاروا في المنتخب الأول وما يشاركوش. بطبيعة الحال هذا سي ريسك ابروندر. وسمعنا في آخر لقاء مع السي وليد يعني كان سؤال على التنسيق، وجبد الاسم ديال الدي تي ان ديال الديريكتور تكنيك. بغينا نعرفوا يعني درجة التنسيق، واش تحت إشراف المدير التقني أو لا كاين شي صيغة ديال التنسيق بيناتكم انت والسي وليد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كيتعلق بالمعايير المعتمدة بحال الجاهزية، بحال دقائق اللاعب إلى غير ذلك. كنعرفوا بأن مثلا في حراسة المرمى عندنا التقناوتي مثلا عنده واحد 7 ديال لي كلين شيت في 8 ديال المباريات، عنده يعني دخل المرمى هدف واحد فقط، يعني اعتقد من طرف اتحاد طنجة ضد اتحاد طنجة. وكاين مثلا الغانمي اللي هو حارس مثلا احتياطي في النادي ديالو، مع ذلك يتم كل مره المناداه عليه. فكيفاش يمكن يعني التفسير ديال هذه المساله؟ وكنعرفوا بان اي لائحه كيف ما كانت الا وغادي يكون عليها ملاحظات. واستسمح محمد عمامي موقع الاسود، ما قلتش الاسم ديالي. شكرا. فأولا فيما يتعلق بالسؤال ديالكم الأول، أن الأمور كتمر بطريقة احترافية محضة. الأمور كتمر بواحد الجدية وبواحد المسؤولية كبيرة. التنسيق كيكون بطبيعة الحال معنا واحد لو ديريكتور تكنيك اللي عنده من واحد المعرفة ومن واحد الاحترافية ومن واحد تجربة كبيرة، وحنا سعداء بتواجده معنا كذلك. فالأمور كتمر بطريقة جيدة وبطريقة مسؤولة لما فيه الصالح للمنتخب الوطني
ولجميع الفئات ديال المنتخب الوطني. هذا من ناحيه. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، كنظن انه هذا كاين فقط على الغيره ديالكم كذلك على المنتخب الوطني، وبان الكل المنتخب الوطني هو الجميع، ماشي العبد ربيه او الواحد بعينه، فهو ملك 40 مليون. وإلا كانوا كيكونوا في واحد خرج واحد اللائحه كما ذكرتوا بان تيكون يعني عليها بعض الكلام، فهذا حق مشروع وكل واحد كيشوف من المنظور ديالو. لكن كنأكد لك مره واحده اخرى من باب المسؤوليه ومن باب الاحترافيه، فكنحاولوا نديروا احسن ما يمكن نديروه في الاختيارات، وكنطلبوا من الله انا شخصيا باش ربي ديما يوفقني، لان ماشي من السهل بكل صراحه. يمكن لي نقول لك بان في هذه اللائحه هذه لقيت صعوبات كثيره باش نحيد لاعبين، ان لا في لي دو كونسونطراسيون معسكرات بجوج اللي درنا، لا الاول ولا الثاني كنت تقريبا دخلت ب 29 لاعب. ففي الاحساس ديالي الداخلي بكل صراحه ولا حتى في الواقع كلهم كانوا يستحقوا يكونوا، ولقيت صعوبات باش نزول بعض اللاعبين، لانه لا من ناحيه كيفاش عشنا لا في المعسكر الاول شهر 10 ولا في المعسكر الاخير ديال شهر 11، يعني لا من الناحيه الاخلاقيه ولا من الناحيه الكرويه المحضه سو لو بلون بيرمون تكنيكو تاكتيك ما كاينينش فوارق، وكانت صعوبات كبيره. يعني اللاعبين ما سهلولناش المأموريه بكل صراحه. دوزنا دو كونسونطراسيون في واحد المستوى هائل، اللاعبين كاملين بينوا على واحد المسؤوليه كبيره، بينوا على واحد الجديه كبيره، بينوا على واحد الحس وواحد الغيره الكبيره من اجل انهم يمثلوا القميص الوطني ويكونوا حاضرين باش يعطيو الاضافه ويكونوا سبب للتتويج ديال المغرب. فكانت الامور بالنسبه لي صعبه. بالنسبه للحارس تاكناوتي فيعني تنعرفوا وتنعرف الامكانيات ديالو، لكن عليا انني انا كمدرب انني ندير اختيار وكنكون مسؤول في هذا الاختيار هذا، وكنشوف يعني احنا كيف ما سبق لي وذكرت واحد المره في هذا المكان، ففي الاختيارات كتكون اختيارات اللي عندها علاقه بواحد لا بالونس، واحد التوازن على في العرض ديال المجموعه، ماشي في الشخص في حد ذاته. نتمنى من الله نكونوا توفقنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا ما كينقصش من التاكناوتي ولا شيء، اللي حارس قوي وحارس كبير وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يرجع اقوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كوتش سمير متوفي صاحب قناه شوف تي في. كوتش اكيد نقدروا نقولوا ان سكيتيوي يعني محظوظ، خصوصا يعني ان معظم اللاعبين اللي شفنا في اللائحه الان غادي تمثل المنتخب الوطني في كاس العرب فهم لاعبين جاوروا سكيتيوي في المنتخب المحلي، واكيد المنتخب المحلي فكاين هو بطل افريقيا بالنسبه للاعبين المحليين. يعني كما كنقولوا وليد الركراكي عفوا سي سكيتيوي، كتعرف اللاعبين المحليين مزيان، شاركوا معك في كاس افريقيا المحليين، فازوا معك بلقب. واش ما لقيتيش الصعوبه انك تسقط هاد اللاعبين المحليين وتعويضهم بلاعبين يعني كيشاركوا في الدوريات العربيه وكذلك الدوريات الخليج؟ اكيد كتكون صعوبات بكل صراحه، لان شوف انا ديما تنقول بان كره القدم حقيقه حنا ديما محترفين، ولكن قبل ما نكونوا محترفين حنا أناس، يعني إنسان لحم ودم كيشعر وكيحس، وكاين الجانب التعاملي كذلك. فقبل ما داك اللاعب كيكون لاعب راه كان إنسان، قبل ما المدرب ولا محترف فراه إنسان. كنظن من الخطأ أن الإنسان يتجرد، ولو أنه في واحد العالم محترف يتجرد من الجانب الإنساني. كتشوف لاعبين اللي طحاو معاك في الشان واللي كانوا سبب وضربوا تماره كبيره باش ان المنتخب توج، واخا هذا واجب ديالهم. فماشي من السهل، كون على يقين ماشي من السهل باش انك فقط بسهوله تحيدهم، ولكن كنخدموا كذلك الجانب ديال المسؤوليه. ولهذا فاحنا هنا باش ناخذ قرارات اللي صعبه من بين الواجبات ولا المهام ديال المدرب، انه يتخذ القرارات كيف ما بغات تكون، وتاخذ خصوصا القرارات اللي صعيبه يتخذها بحكمه، يتخذها بتفكير مطول، ويتخذها لاجل الصالح العام، واللي غادي يدينا لوبجيكتيف اللي غادي له اللي مسطر. لان الامور ما كانت سهله، ولكن من باب المسؤوليه من باب الواجب اتخذنا القرارات اللي مره واحده اخرى كنتمنى من الله باش يكون ربي يوفقنا ونكونوا ما ظلمنا حتى واحد فيها.